جندة يوسف، عبيد قافور، زرقاء عثمان، ريفان فقط، هدى اسماعيل، شيرين الخولي، جورجيت برسمو، عفوا، نصر عباكة، خولة العيسى، رفيقة حياة السالم، رفيقة يسرى عبد الكريم، رفيقة زوزان شهباء، رفيقة نجلة تمو، الرفيقة تاز باشا. تحت شعار ثورة المرأة ضمان مجتمع ديمقراطي حر، وانبثقت عنه القرارات التالية: عقدت كونفرنس لمناقشة وضع النساء في المناطق المحتلة، والعمل على تطوير العلاقات والاتفاقيات مع المنظمات النسائية في سوريا ومناطق العالم. عقد ورشات وندوات لتمكين النساء سياسيا، العمل على تمكين النساء اقتصاديا من خلال عقد ورشات تدريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخليا وخارجيا، العمل على تفعيل المجتمع بشكل عام والنساء بشكل خاص لمواجهة الحرب الخاصة الموجهة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، وحرب الإبادة والتغيير الديموغرافي ضد شعوبها.